يوسف شيبولي، إخبار بين سبورت نيوز. أشعر بالغضب والحزن في نفس الوقت أن أرى الصحافة في المغرب كلها تتحدث عن إمكانية قبول أو رفض إبراهيم دياز للانضمام إلى المنتخب الوطني المغربي. عار أن يتم رهن تاريخ ومكانة المغرب بلاعب كأننا فريق مغمور يحتاج لمنقذ. بعضهم نسى من نحن أو من نكون قبل دياز وبعد دياز. تذكر أبي وهو يجري إلى ملعب التدريب بالقنيطرة ليخبرني أنني توصلت بالمكالمة من اسطنبول الولاية يستدعيني للالتحاق بالمنتخب. كان أبي رحمة الله عليه أكثر سعادة مني، فتصوروا إحساسي أنا. المغرب شرف لمن يستدعيه وليس العكس. المنتخب صنع اسما لي أنا وحجي والنيبت وبصير والحضريوي وعزمي والكثير من اللاعبين. لولا فضل المنتخب لما كنت هنا. واليوم ننتظر لاعبا متردد وغير واضح في قراره. على وليد أن يحترم وعده حينما قال من تردد في اختيار منتخب من المنتخبين عليه ألا يأتي. نحتاج للاعب 10 بشدة، ولكن ليس بهذه الطريقة المتبدلة. حتى بدون دياز نحن المغرب وإسبانيا. تعرف المغرب ونحن نعرف إسبانيا.